لو عندك هدف كبير وعايز تحقق حاجة في حياتك، شوف ربنا باعت لك قاعدة أو مبدأ أو منهج تتبعه في حياتك. هدفه إن هو يطمنك ويساعدك ويخليك عارف إن أنت تقدر تعمل اللي أنت عايزه. وهو كلام ربنا لينا وهو بيقول: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنا جاي أفكرك بس بالآية إن طول ما أنت بتسعى وأنت عارف إن ربنا هيساعدك وهيشوف سعيك وهيجازيك عليه خير. ولو انت في سعيك ده بتطبق مبادئ تانية زي الإحسان، زي النفع، زي حاجات كتير قوي، ممكن تلاقي ان انت لو عملتها هتساعد ناس تانية وهتفيد ناس تانية في السعي بتاعك. ربنا بيجازيك خير عن كل حاجة انت بتعملها. فانا جاي افكرك النهاردة بان انت لو عندك حاجة عايز تعملها، لو عندك حاجة عايز تطورها، لو عندك حاجة عايز تضيفها وبتسعى وانت متوكل على ربنا، فربنا فاكر سعيك وشايف سعيك وهيجازيك عليه خير. ولكن اسعى وانت مطمن. في يوم من الايام حد قال لي: تخيل ان انت كمان اسبوع اكيد 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 هيكون معاك 100 مليون جنيه. خلال الاسبوع ده هتسعى بشكل عامل ازاي؟ هتكون مطمن ازاي؟ هتبقى شايف هتحقق ايه في حياتك؟ هتكون بتتعامل بنفسية عاملة ازاي؟ وانا جاي النهارده اقول لك وافكرك وافكرني ان احنا لازم نسعى واحنا عارفين ان ربنا معانا، ربنا شايفنا، ربنا مطلع على كل حاجة. فده هيخلينا لو بنعمل حاجة غلط نحاول نوقفها، ولو بنعمل حاجة صح نبقى مبسوطين واحنا بنعملها. وإن ليس للإنسان إلا ما سعى هو منهج تقدر تتبعه في كل أهدافك. فأنا علشان كده بفكر نفسي وبفكركوا بيه. ولو عايز تشوفني تاني بفكرك وبفكر نفسي بحاجات من كلام ربنا تساعدنا، آيات بسيطة ليها معنى كبير في الحياة وفي الشغل وفي البيزنس وفي العلاقات. تابعني وهنشوف مع بعض سلسلة فيديوهات بصيرة اللي هدفها تساعدنا كلنا.